السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل الرز البسمتي مع الكبد والقوانص ومعاها سلطة البقدونس اللي الناس كلها بتحبها، هي مع الرز البسمتي. من مطبخ نهلة هنشوف بيتعمل ازاي وهنطلع الطريقة منه. يلا بينا يلا بينا. بصلة هنقطعها شرايح، والشرايح زي ما انتم شايفين كده مش رفيعة ومش تخينة، يعني حلوة يعني. وبعد كده هنقطعها نصين بالشكل ده عشان ما تبقاش شكلها طويل في الرز واحنا عاملينه واحنا بنطبخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنحطها في الطاسه اللي احنا هنعمل فيها او في الحله اللي احنا هنعمل فيها. هنلمها كده وهنجيب الثوم وفلفل وهنقطعه قطع صغيره. انا مش ههرسه، انا هقطعه قطع صغيره. وهنقطع الفلفل نفس الحكايه قطع صغيره بالشكل ده. طبعا الفلفل ده يعني حسب رغبتك، يعني انت بتحبيه حراق حطي، مش بتحبيه حراق حطي حاجه بسيطه خالص يعني. وهنجيب جزره وهنبشرها. الجزره دي بقى هتدي الشكل حلو قوي، والطعم برضه هيبقى مسكر شويه في الايه في الرز. وهنبشرها كلها كده وهنحط كل دوت على جنب. وهنجيب الكبد والقوانص. الكبده هوريكم انا بقطعها ازاي. شايفين ما بقى الحته نصين اتنين بس، ما تقطعوش قطع صغيره قوي، عشان لو قصيتوها قطع صغيره قوي هتلاقوها الدم نزل منها وطبعا مش هيبقى حلو، مش هيعجبكم. والقلب طبعا لازم ننضفه من الدم بتاعه اللي موجود فيه ونفتحه نصين. هنا البصلايه بعد ما شوحناها شويه مع الزيت هنحط الثوم مع الفلفل ونحمر شويه كده. وبعد كده هنجيب الكبد والقوانص وهنشوحها معاهم. شايفين ملكوش بقى الريحه حكايه. وهنقلبها مع بعض كده لحد ما تنشف شويه. وهنجيب البهارات بتاعتنا، طبعا بهارات كاري وملح وفلفل. طبعا الملح مش هنحطه دلوقتي زي ما انتوا عارفين، هو كاري وفلفل اسود بس اللي حطيته لغايه دلوقتي. بعد كده هنقلبهم مع بعض كويس. وده الكركم هنحط عليه عشان يبقى ادينا اللون الصفار بتاعها. هو الكاري بيدي ريحه حلوه قوي للرز البسمتي، وريحه وطعم طبعا يعني ما ننكرش ده. والكركم هيدي اللون، وفيه طبعا انتوا عارفين فوائد الكركم كتيره جدا يعني. ادي شايفين اهوت الكبده بدات خلاص يعني الميه بتاعتها تنشف. ده الرز البسمتي هنكون نقعينه شويه نص ساعه قبل ما نطبخه وهنقلبه كويس معاه. والرز البسمتي على فكره يا جماعه بيبقى محتاج ميه زياده شويه عن الرز البلدي بتاعنا. الرز البسمتي زود شويه يعني حبه حلوين كده فوق الرز الطبيعي بتاع البلدي بتاعنا. وطبعا ادي احنا ورشنا الملح، حطينا الملح دلوقتي. احنا متفقين من اول فيديوهات ان احنا ما بنحطش الملح في اول الاكل، بنحطه في نص الاكل او في اخره. ودي شكل اللي هو الشوربه مع الرز شايفين وريته لكم اهو. بعد كده هنبدأ نسويه على النار، قفلنا عليه وهنبدأ نسويه. أكلة سهلة جدا وسريعة جدا وما بتاخدش وقت يعني. بص يعني تكوني مش فاضية تعملي أكل، اعملي الرز الأكلة دي، أو مستعجلة إن انتي تطبخي. بص اهو استوى، مفيش نص ساعة الأكل ده كله كان خلصان. شايفين الشكل عامل ازاي؟ حكاية. طبعا الريحه ما اقولكوش، شايفين تحفه. هي كده خلاص استوت تمام. هتنشف بس فيها شويه ميه ينشفوا وخلاص. وبعد كده هنقدمها بقى مع سلطه البقدونس زي ما انا قلت لكم. سلطه البقدونس دي بقى بتتعمل ازاي؟ هنجيب حبتين طماطم وهنقشرهم مع بصلايه مع راس تومه كبيره مع عودين بقدونس، وهنضربهم في الكبه يا جماعه مش في الخلاط، في الكبه عشان تبقى قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنحطها في الطبق. وبعد ما نحطها في الطبق هنجيب زيت زيتون او اي حاجه انتوا اي زيت عندكم، بس انا بحب عليها زيت الزيتون بيبقى طعمها احلى يعني. وهنرشها على الوش كده، وطبعا خل ما تنسوش. ادي قدمناها معاها. شايفين الشكل؟ شايفين الرز ده بعد ما اترد؟ شايفين شكله بعد ما اتردد؟ تحفه. طبعا كده هنحطه في السيرفيز وهنقدمه ونحط عليه السلطات البقدونسي.
شايفين بالشكل ده، يعني شكله وطعمه جميل جدا. يا رب يعجبكم. والمطبخ نهلة، بالهنا والشفا. باي باي.